اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناه عالم مريم للطبخ اللي هي قناتكم كاملين. كنتمنى تدعموا القناه ديالي وما تنسونيش البنات بلي لايك وبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم جيت باش نشارك معكم دجاج محمر ديال الاعراس باسرار. كيف ما كتعرفوا على مريم ديما كتقلب لكم على لي زانغريديو اللي غنخدموا بها، كيخدموا بها الطباخات وكيخدموا بها لي شيف كبار. هنا عندي 3 دويمات ديال الزعفران، عندي السمن، عندي معلقه كبيره قزبر كامل، معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، معلقه صغيره والهريسه. وبالنسبه للحامض نصير المراكشي سبق لي وشاركته معكم في القناه، هذاك راه حيل تبارك الله، راه ليه تقريبا شي 3 سنين هكا. وهنا عندي ميلونج ما بين القزبر والمعدنوس مقطعين، وواحد 2 فصوص ديال الثومه، 3 الدجاجات من وزن 2 كيلو ونص. بالنسبه للاعشاب غادي نحتاج اليازير والسلميه وعصير ناموسه. بالنسبه هذا الربيع هذا كل دجاجه غادي نحتاجوا ليها قبطه معدنوس قبطه قزبر. غادي ندير عصره ديال الثومه، شويه ديال الكمون، السودانيه، الهريسه، الملحه، زيت الزيتون. غادي نميلونجي هذا الربيع مزيان وغادي نخلطو. هذا هو باش غادي نعمر الدجاج من الداخل، وغادي ندير فيه كل دجاجه عريش ديال عصير ناموسه، عريش ديال السلميه وعريش ديال اليازير. غادي ندوز البول الثاني، غادي نشرمل الدجاج، غادي نعصر ديك الثومه. بالنسبه للدجاج انا كل دجاجه كندير نعطيكم معلقه صغيره ديال القهوه الصغيره، من معلقه الصغيورين اللي عندنا في المطبخ كنديروا معلقه من العطريه، سكينجبير، الخرقوم، قزبر كارم، شويه ديال البزار، الهريسه والحامض طبيعه الحال معصور، ودويمه ديال الزعفران والحامض مسير والسمن. ضروري نديروا السمن في هاد الدجاج هذا. صافي غادي نميلونجي بواحد الكاس ديال الماء مزيان هاد العطريه باش كنحصل كيتخلطوا ليا لي زانغريديو مزيان، وكنحاول غادي نهز واحد شويه منها غادي نضيفها على داك الربيع اللي درت ليه ديك العطريه، وغادي نماغيني الدجاج ديالي مزيان لداخل، وغادي ندير ليه الصدر ديالو هكا بواحد الفلحات، غادي نعمرو بالزبده. البنات هادو هما الاسرار اللي كنشاركها معكم في المطبخ. هاد الزبده هادي كيف ما كتعرفوا الدجاج في الاعراس كياكلوا غير الفخاد، كيبقى داك الصدر شاحف ما كيتكلش معنا داك الصدر. هادو هما الاسرار اللي كنعطيكم. الصدر ضروري نعمروه بالزبده نوعيه جيده باش ديك الزبده كتذوب ملي كيبدا يطيب معنا الدجاج، كيفتى معنا هذاك الصدر ديال الدجاج. شوفوا هنا راه كندير فلحه كبيره، كنخشي الزبده، كنرجع ديك الجليده ديال الصدر، كنماغيني الدجاجه مزيان، كنطرطق ليها عظيماتها. هذاك السلميه واليازير كنخشيهم، كنقسم هذاك الربيع كنقسمو على 3، يعني كل حفنه ديال الربيع كنعمر بها الدجاجه. صافي كنسد ليها رجيلاتها، كنخلي الدجاج كيبات ليله كامله. هنا راه سديت ليه الفم ديالو بالربيع، درت ليه دوك النصاص ديال الحامض اللي عصرت وخليته، هذوك النصاص من اللحوم كنسدو بهم لداخل، كنحتفظ به ليله كامله. شوفوا اللون اللي كيفاش كيجي مشبع هاد الدجاج بالعطريه. وتبعوا التفاصيل ديال هاد الدجاج غادي ينجح معكم ان شاء الله باذن الله. هذه هي الطريقه ديالي في جميع المناسبات، في جميع الاعراس، في جميع المناسبات عندي هذه هي الطريقه ديالي. هنا غادي ندير الكوكوت. بالنسبه ل3 دجاجات درت هنا 3 كيلو ديال البصله، كل دجاجه كنديروا ليها كيلو ديال البصله. اللي ما كيبغيش الدغميره بزاف يدير غير يكتفي غير بجوج بصلات. انا هنا تبارك الله الناس كتبغي الدغميره وداكشي. غادي نطيب هاد 2 دجاجات وغادي نضيف الثالثه من بعد. غادي ندير القياس ديال الماء، وغادي ندير زيت الزيتون وزيت النباتيه. هاد الدجاج هذا ما كنبقى نقلب فيه، ما كنلحق ليه، يعني كنخليه هكا في الطنجره، يعني ديال الضغط ولا طنجره عاديه، ما كنبقاش نحرك. كنفرش البصله في التحت، كنستف الدجاج ديالي، كندير داك الماء اللي كيبقى عندي في البانيو ملي كنرقد الدجاج، غادي نضيفو حتى هو كامل،
وكنسد الطنجره ديالي حتى كيطيب، ما كنحركو ما كنلحق ليه. من بعد ملي كيطيب الدجاج دابا غادي نديرو فوق البوطه، غادي نسد عليه، كيبقى محافظ البنات على الشكل ديالو، ما كيغلبناش. وبالنسبه اللي بغى اللي ما عندوش هكا الكوكوط والجميله كبيره، يغلفهم في بابي كويسو الالومنيوم ويستبهم في الفران، حتى هما كيجيو زوينين. سبق لي وشاركتهم معكم في القناه. هنا من بعد ما حليت الطنجره طاب معايا الدجاج، كندير واحد الكوردو هكا ولا قتيب، صافي كنعرف الدجاج ديالي طاب. غادي نحيدو غادي نحطو في واحد اللاطه، غادي ندوز باش غادي نماغيني الدجاج اللي غادي ندخلو الفران، غادي يتحمر معنا. هنا عندي البزار الاحمر متواجد عند العطاره، واخا شويه البنات زايد في الثمن، ولاني صراحه راه هو الطوب ديال البزار ديال الدجاج. يعني البزار الاحمر كيجي خطير في الدجاج. غادي هكا ندقو في المهراس. كاين البزار الاحمر، كاين البزار الكحل الابيض اللي معروف عند متداول عندنا، وكاين البزار الخضر والاحمر والصفر. هادو الصفر كاين واحد السيد كناخذو حتى هو من عنده، ان شاء الله غادي نشاركو معكم. بالنسبه للبزار الخضر كيجي في اللحم، كيجي خطير البزار الخضر في اللحم، والاحمر كيجي خطير في الكبسه هو والاصفر. هنا غادي ندير قشيوشه ديال الدجاج، طبيعه الحال الدغميره كتبغي القشيوشه ديال الدجاج. غادي نضيف واحد المعلقه ديال هذاك البزار الاحمر اللي دقيت، وواحد شويه ديال الماغينات طميتها من بعد ما شرملت الدجاج، هزيت واحد شويه باش غادي نماغيني هاد القشيوشات ديال الدجاج. كنزيد ندير واحد شويه ديال السكينجبير، كنزيد واحد شويه ديال السكينجبير، صافي كنشرمل هاد القنيصات وهاد العنيقات. هنا من بعد ما حيد الدجاج كامل طاب، غادي نضيف الكميه ديال البصله اللي بقات عندي، غادي نضيف القشاوش ديال الدجاج وصافي، وغادي نسد واحد السده خفيفه بين ما يطيبوا ليا، وكتبقى العمليه ديال التحراك حتى كتوقف معنا الدغميره، كيبقى غير ديك الزويته ديالها. هنا عندي واحد الكاسرونه، من بعد ما الدجاج برد كنديرو في واحد اللاطون كنخليه حتى يبرد. عندي واحد الكاسرونه ذوبت فيها الزبده، عندي شويه ديال الملحه والهريسه، واحد شويه ديال البزار الاحمر، يعني واحد شويه ماشي بزاف. صافي غادي نماغيني هاد الدجاج مزيان، وغادي ندخلو الفران حتى كيتحمر، كياخد واحد اللون ذهبي. شوفوا هنا راه ما تقطعت لا جلده لا والو، يعني الدجاج كيبقى محافظ على الشكل ديالو، ما كنقلبو ما والو. كنماغينيه كامل على جميع الجوانب ديالو. كندخلو الفران العافيه من الفوق لتحت حتى كيتحمر معنا، كياخد واحد اللوين ذهبي. هنا الدغميره كنبقى نقلب فيها، هنا راه عاودت درتها في واحد القميله كبيره باش كتاخد حقها في الطياب. كنبقى نحرك حتى كتبقى غير هذيك الزويته، كتجي واحد الدغميره ما نقولش لكم صراحه ما شهيتكم فيها. صافي هنا حتى كتوقف معايا هذيك الدغميره، صراحه كيجي طبق متكامل، طبق ديال تحميره الوجه. كنتمنى منكم تجربوه بالطريقه ديال مريم، لانه صراحه كيجي غزال وكينال استحسان من الجميع وعمره ما يحاشمكمش. وصراحه كيجي داك الدجاج فتي وشبعان عطريه وطيب طياب ما نقولش لكم. كنتمنى منكم تدعموا القناه ديالي، ما تنساوش بارطاج مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.